ودي تاخد مرتبة احسن كيكة شتوية. كيكة الجزر من الكيكات اللذيذة والخفيفة واللي تدفي كده في الشتاء، واللي كل الاطفال هتحبها، والكبار كمان بيحبوها. صدقوني بالطريقة دي مفيش حد مش هيحبها. يلا نوريكم الطريقة. يلا بينا. معانا كوباية سكر. هم جت على شوية دول اللي هيسكروها. ما يبقاش مؤمن. 3 بيضات. هو انا خدت منك كوبايه السكر دلقتها؟ بساعدك. انا خدت منك كوبايه السكر ساعدتك؟ بساعدك. انا خدت كوبايه السكر ساعدتك؟ دي اخرة خدمة. اذا سيبيني احط البيض اللي انا احطه. اتفضلي. خلاص كده تمام. هاتي منديل. انا اللي بقول بقى. اتفضلي قولي. مش قايله. لا يا ماما لازم تقولي. كوبايه الا ربع زيت. احنا حطينا كوبايه بس احنا هناخد كوبايه الا ربع. ميكس بقى. اول ما السكر يدوب ويوصل للشكل ده كيس فانيليا بالبرتقال. حنمل مصبرني عليك النهارده، مش عارفه ليه مالي الظاهر. المضرب التاني. هو في احنا مالنا ومال المضارب؟ بقى نستعين بصديق. ممكن المضرب بتاع الكابتشينو بتاعك؟ المضارب بقت توتو ولا انا السوبر ولا في ايه؟ لا هي اللي بقت توتو. بدل ما تقولين لا انت سوبر. اكدب. المضرب فعلا بقت توتو كلها، بيعملوها عشان تبوظ والله. هو يعني هنعمل كيكه بمضرب الفانيليا اللي بالبرتقال دي ريحتها برتقال بجد؟ ودي بقى ريحتها ايه؟ كابتشينو. ثواني بقى، ثواني. معلقه قرفه مش اختياري، يعني دي ما حدش اجباري. يقول اصل ما بحبش القرفه مش هحطها، اصل ما ينفع ابدلها بحاجه تانية حطوها. هي حلوه. معلقه حلوه كده مليانه. حد في الدنيا ما يحبش القرفه دي؟ والله الناس اذواق، بس معظم الناس بتحب القرفه. قليل قوي يا مؤمن اللي ما حبهاش. لا في ناس كتير قوي في الكومنتات بتقعد تقول لنا انا عاوزه مش ينفع من غير قرفه، ينفع من غير قرفه. والله لما نعمل حاجه وفي ناس في الكومنتات بتقول لنا ما تهزروش وما تضحكوش عادي برضه. طبعا عظ. لا بس الغالبيه العظمى ايه يحبونا زي ما احنا كده. كوب من اللبن. هنميكس بقى. هنضيف بقى ايه بقى؟ ربع كيلو جزر مبشور. يعني لا هو حوالي ربع. حوالي 300 ايدك جرام. ميزان يا مؤمن. بس يعني يبشروه ناعم ها. في اضافه انتوا عايزين تضيفوها براحتكم، مش عايزين تمام. لا ايه ضفنا حاجه تضيفوها. لا افرض هي مش اساسيه، احنا هنضيف شويه زبيب. هتبقى جامده. في ايه؟ مش اساسيه. كبشه كده يعني. انتوا خدوا حبه على قد ما انتوا عايزين، ولو مش عايزين خلاص برضو براحتكم. بس هو صراحه الزبيب في كل حاجه. ننزل بقى كوبايتين دقيق. انا ملاحظ ان انت عماله تقولي ننزل وانا بس بروح اجيب واجي. ما الشيف محتاج مساعد. نعم. انت هتبلعني بقول لك. تعطي لامك عشان ربنا يحبك. كلها حاضر بس يعني فاهم للصبر حدود. اول كوب من الدقيق. احنا هنحط 3 كوبايات. استنى بقى عشان نشوف هناخد التالت كامل ولا لا. صح يا مريم؟ انت ما بتقوليش حاجه غلط. دايما مؤمن غلط صح؟ طبعا كده. ما بيقولش حاجه صح. بقول لكم ايه والله العظيم بصوا انا ساكت احتراما بس الست دي امي. الست غير الكبيره كده دي. هو انت بتضربي ليه؟ بس محتاجين شويه دقيق. الكوبايه الثالثه بالتدريج. يعني بصوا ضيفوا نصها. استنى على البيكنج باودر يا ماما. كيسه بيكنج باودر. في هذا المكان احب اقول لكم ان ما تقنعوش اهلكم بحاجه عشان مش هيقتنعوا بيها. يا كداب. انت دايما كداب. ماما دي اكتر. لا خلاص الصراحه يا ماما لما بنقول لها معلومه وفعلا بتقتنع. تخيلوا ده انا معجزة. بحترم معلوماتكم دي. عجيبه من عجائب الدنيا الثمانيه. حنطني يا مؤمن. والله العظيم لو ينفع. هتحنطني؟ لا يعني هخليكي جنبي. ده الشكل النهائي بتاعها. صينيه مدهونه دقيق وزيت. هننزل بالكيكه بقى بتاعتنا. الكيكه كما يجب ان تكون. نخبطها خبطتين كده نسويها الشكل النهائي على الفرن. في طاسه على النار هننزل بكميه جزر. هننزل عليه بكوبايه سكر صغيره. وهننزل عليهم بعصير برتقانه واحده. نص كوبايه ميه. وهنسيبه بقى يستوي مع نفسه على النار. بس خلي بالكم انكم توطوا عليه جدا. واول ما يوصل للشكل ده يبقى جاهز وهنطفي عليه النار. الكيكه كما ينبغي. بيرفكت. يلا ندوق. بسم الله. مزيج كده من النكهات، قرفه وجزر وفانيليا، كان فيها برتقان. والبرتقان بتاع الصوص. والبرتقان بتاع الصوص. مزيج نكهات هيعجبكم جدا 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 صراحه. هي تحفه جدا بس بالصوص ده جميله جدا جدا جدا. دايما بنتكلم على اللي بيتاسس الطفل، فبنديله الجزر لو هو مش هياكله بالطريقه التقليديه عن طريق حلويات او كيكه هيحبها. هي حلوه جدا. والكبار برضه محتاجين جزر، محتاجين حاجات اول نظر. جربوه تعجبكم جدا. وبألف هنا مقدما. دمتم سالمين.